مجموعة تحديات جديدة في خدمة بلاي ستيشن ستارز لشهر 2 وبداية شهر 3. أول تحدي باسم مارش مانثلي بيكس، جائزة التحدي 50 نقطة. المطلوب تفعيل التحدي من بلاي ستيشن آب، ومن ثم شراء أحد الألعاب المبينة في قائمة التحدي، ومن ضمنهم هيل دايفرز 2. التحدي الثاني باسم بلاي ستيشن تورنمنتس، جائزة التحدي 25 نقطة. المطلوب الاشتراك في أي مسابقة من مسابقات بلاي ستيشن. التحدي الثالث باسم ادفنتشر جيم كلاب بيكس، جائزة التحدي 50 نقطة. المطلوب تفعيل التحدي من جهازك الذكي، ومن ثم شراء أي لعبة من القائمة المبينة في التحدي. التحدي الرابع باسم جيم نايت ديلايت، جائزة التحدي 50 نقطة. المطلوب تفعيل التحدي من جهازك الذكي عن طريق بلاي ستيشن آب، ومن ثم شراء أي لعبة من الألعاب المبينة في قائمة التحدي. التحدي الخامس باسم As You Wish، جائزة التحدي 250 نقطة. المطلوب تفعيل التحدي ومن ثم شراء أي لعبة من الألعاب المبينة في قائمة التحدي. التحدي السادس باسم فوم ستارز بارتي تايم، جائزة التحدي مقتنى رقمي نوع هيرويك. المطلوب تفعيل التحدي من جهازك الذكي، ومن ثم اكتساب أحد التروفيات المبينة في التحدي. التحدي السابع بخصوص لعبة فاينل فانتسي 7 ريبيرث أرايفز، جائزة التحدي مقتنى رقمي نوع هيرويك. المطلوب تفعيل التحدي ومن ثم تشغيل اللعبة على منصة بلاي ستيشن 5. التحدي الثامن باسم EA سبورتس يويفا تشامبيونز ليج، جائزة التحدي مقتنى رقمي نوع ليجندري. المطلوب تفعيل التحدي من جهازك الذكي، ومن ثم اقتناء أحد التروفيات المبينة في قائمة التحدي. التحدي التاسع بخصوص لعبة سبايدر مان 2، جائزة التحدي مقتنى رقمي نوع أسطوري. المطلوب تفعيل التحدي من جهازك الذكي، ومن ثم اقتناء تروفي المبين في قائمة التحدي. التحدي العاشر بلاي ستيشن بلس مانثلي جيم أوي، جائزة التحدي 50 نقطة. المطلوب تفعيل التحدي من جهازك الذكي، ومن ثم تشغيل أي لعبة من الألعاب المبينة في قائمة التحدي. وهذه الألعاب ألعاب مجانية تم تقديمهم ضمن خدمة بلاي ستيشن بلس لشهر 2 2024. التحدي الحادي عشر باسم Must Play This Month، جائزة التحدي 50 نقطة. المطلوب تفعيل التحدي من جهازك الذكي، ومن ثم تشغيل أي لعبة من القائمة المبينة داخل ضوابط التحدي، يلي أغلبها متوفرة ضمن الألعاب المجانية في خدمة بلاي ستيشن بلس، سواء كانت إكسترا ديلوكس أو بريميوم. وقبل لا نمشي لآخر تحدي، من بداية الخدمة تم تجميع حوالي 6000 نقطة، جمعت مقتنيات رقمية مختلفة، ووفرت حوالي $40 من مشترياتي داخل الستور. وجاري العمل على فتح مستويات أخرى لزيادة عدد التحديات، لأن الخدمة ما زال فيها ليفل 5 وليفل 6، وكل ما يكون مستواك أعلى كل ما يكونوا التحديات أكتر. لهذا أحيانا تشوف تحديات متوفرة عندي ومش متوفرة عندك. وتوا نجولي آخر تحدي باسم Monthly Games Away، مدة التحدي 26 يوم، جائزة التحدي 50 نقطة. المطلوب تفعيل التحدي من جهازك الذكي، ومن ثم لعب أي لعبة من الألعاب المجانية المقدمة ضمن خدمة بلاي ستيشن بلس لشهر 3 2024. وهذا ملخص التحديات المتوفرة ضمن خدمة بلاي ستيشن ستارز.